دلوقتي يا كباتن زيزو دلوقتي قاعد مع ابراهيم فايق وسرد حقائق مهمه جدا جدا وكلام خطير خطير. لازم جماهير الزمالك تستوعب اللي قاله زيزو. دلوقتي يا جماعه جماهير الزمالك لا يحق لها انها تزعل من النادي الاهلي، ولا يحق لها انها تزعل من زيزو. يحق لها انها تزعل جامد جدا من مجلس ادارتها، من فشل مجلس ادارتها. لما يطلع زيزو يقول نفس الكلام، يطلع بن شرقي يقول نفس الكلام، يطلع امام عاشور يقول نفس الكلام، يبقى انت جماهير الزمالك عندك مشكله في اللي ماسك رئاسه ناديك انت. وركز بقى واشتري من اخوك عشان الكلام ده ليك ومحدش هيقوله لك. مجلس ادارتك هو اللي موقعك، هو فشله اللي مخلي غيره ينجح عليه. اوعى ابدا تلوم كابتن بيبو. كابتن بيبو راجل ناجح وبينجح وبيستغل ثغرات في الناس اللي عندك، العشوائيه اللي عندك. لما يطلع معلش زيزو من شويه يقول لك انا جالي عرض من يوم ومن الاتفاق السعودي ومن الرهان القطري بملايين، وهو ما عندوش القدره والجبن انه يطلع اللاعب ويبيعه ويستفاد ماديا لنادي الزمالك، يبقى اكيد في مشكله. لما يقول لك نادي نيوم السعودي جاي له لزيزو بس 5 مليون دولار في السنه، ده كلام زيزو مش كلامي، 5 مليون دولار في السنه، وللزمالك 6 مليون دولار وما يبيعوش، في مشكله. ده كمان قال لك ايه؟ قال لك كمان في بونص هياخدها الزمالك 10% من ارباح او دخل نادي نيوم السعودي السنوي. اللي قال لك ساعتها بيبقى 100 مليون ريال سعودي، هياخد 10% كل سنه. يعني لو 100 مليون هياخد 10 مليون 10%. السنه اللي بعدها لو 200 مليون هياخد 20. ايه ده؟ مين يا جماعه ماسك الرئاسه بالظبط؟ يعني كابتن حسين لبيب مش معاه مستشار اقتصادي؟ ما عندوش حتى حد يفكر ما تبيعه. زيزو قال لك ايه؟ قال لك كابتن حسين لبيب ومجلس الاداره خايفين من ماتش جماهير نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك على السوشيال ميديا بشكل خاص. طب انت دلوقتي خايف من جماهير نادي الزمالك لو طلعت زيزو للخليج، مع انك هتستفاد منه ماديا وهتخلي الدنيا تنتعش في ناديك. او انت دلوقتي عملت ايه دلوقتي؟ ما عملتش اي حاجه، ما دخلتش دولار واحد لناديك، وخليت منظرك وحش جدا، وخليت زيزو يمشي ببلاش وعمل اللي هو عايزه. طيب جماهير نادي الزمالك هترجع تقول لك ايه؟ الاهلي دخل وعمل وجاب زيزو ب 600 مليون جنيه. الاعلان اللي حصل يا جماعه النهارده ده الاهلي جاب ثمنه. اوعى تندهش، الاهلي عارف يعمل كويس. دخل صفقه مع ناس بيعمل دراسه جدوى، معاه فريق سوشيال ميديا، معاه فريق اقتصادي بيشرح ازاي الدنيا ماشيه ازاي، معاه فريق تسويق، معاه سلسله يا جماعه، سلسله كامله. لكن في نادي الزمالك هو الراي واحد بس: انا مش هبيع، خايف من الجماهير. طب ما انت عندك حلول، ما انت هتبيع عشان تحافظ على سكواد الفريق الثاني، عشان تجدد لباقي الفريق. لكن انت كده ما عملتش اي حاجه، انت من فشل لفشل لفشل لفشل. فما تجيش تحاسب كابتن بيبو او النادي الأهلي عايز صفقات وعايز ينجح، ففي ثغرات عندك انت، واللاعب برضو يهمه مصلحته. مش عايز اقول لك يعني ان زيزو خلاص اهلاوي بقى وانتمائه للنادي الاهلي، ولا بن شرقي ولا امام عاشور. دلوقتي اللاعب دلوقتي مصلحته ايه؟ مصلحته الجنيه، وانت عارف. لكن دلوقتي اي ثغره دلوقتي اللاعب هيستغلها. اللاعب لا اهلاوي ولا زملكاوي، اللاعب عايز ايه؟ عربيته تمام، موديل السنه، الفيلا تمام، جيب عمران، الدنيا حلوه. لكن ده اللعيب. لكن هتراهن بقى على انتماء اللعيب؟ والله ما بقى في انتماء الا للجماهير. اوعى تراهن على لاعب زي ما قلت قبل كده يا جماعه، اوعى تراهن على اي لاعب ان عنده انتماء. الانتماء دايما للجماهير، فالجماهير ما تراهنش ان ده اهلاوي او ده زملكاوي. انت دلوقتي بتراهن، انت عندك لما بتنتخب مجلس اداره بتتوسم فيه ان هو ده ممكن يكون هيكون ايه مثلا، هيكون مثلا هيكون كويس، هيعدل المايل زي ما بيقولوا. لكن انت معلش من مرتضى منصور جبت حسين لبيب ده احسن صفقه للنادي الاهلي. عندك مره واثنين وثلاثه جالك عرض لزيزو تبيعه، ما بعتوش ليه؟ عشان خايف من جماهير الزمالك. طب دلوقتي جماهير الزمالك عامله ايه دلوقتي؟ رميت الدفه كلها على زيزو، وزيزو دلوقتي جه بره نفسه مع ابراهيم فايق ورمى الدفه كلها في مجلس اداره نادي الزمالك، وعنده حق. لما تلاقي كلامه هو وامام عاشور وهو بن شرقي نفس الكلام، يبقى مشكله عندك انت زملكاوي في رئاسه مجلس ناديك، عشان بعد كده تنتقي اللي يصلح يمسك رئاسه نادي كبير بحجم
نادي الزمالك مع احترامنا الكبير لشخص كابتن حسين لبيب، بس الزمالك محتاج حد يكون فاهم الدنيا ماشيه ازاي وفاهم تسويق، عشان الفتره الجايه هي هي يا جماعه فتره تسويق. المرحله الجايه بتاعه التسويق، هيجي لي ايه، هبيع ايه، هتقول لي نادي جماهيري مش استثماري، معاك زي الفل ومعاك جدا، بس هيجي لك ارقام ما ينفعش تقف عندها. ساعتها اللاعب ساعتها مخ هيزعزع وعايز يطير، ماشي هطيره بس هستفاد. انا دلوقتي جاي الجمعيه العموميه جايباني عشان خاطر افيد النادي مش عشان اضر النادي. اللي حصل في مجلس حسين لبيب هو ايه؟ ضر النادي اكتر ما فاده. ايه اللي حصل؟ ولا حصل اي حاجه، بالعكس حسين لبيب ضر النادي ونزله في المستنقع اكتر ما هو جاني. شكرا يا كباتن، يا رب الكلمتين دول تسمعهم كده بالراحه كده، وهتعرفوا ان المشكله عندك انت في مجلس اداره ناديك. شكرا يا جماعه، وكل سنه وانتم طيبين، وتحياتي ليك يا صديقي.